السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جيتكم بوصفه تاع مقروض الكوشه. شوفوا وصفه ولا اروع، وصفه تهبل آه، مذاق وشكل وطراوه وكل شيء فيه شباب. المهم هنايا شوفوا لي غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها ومن بعد نكملوا لا فيديو. شوفوا لي هنا البنات، الصورة هتتحدث على نفسها، يجي مرمل ويجي معسل حتى لداخل. غادي تنجحي فيه من اول مرة تجربيه فيها. المهم هنايا البنات تتبعوا لا فيديو باش تكتشفوا الوصفة وتبعوا جميع الخطوات هكا باش ينجح لكم المقروض تاع الكوشه. البنات فضلا وليس امرا نديروا لنا جيم لا فيديو، واللي ماهاش مشتركه معنا في القناه تشترك. غادي نبداو الوصفه. عندنا هنايا 3 كيسان تاع السميد يكون متوسط. انا استعملت المولى. غادي بنفس الكاس نديروا ربع تاع الفارينه ولا 2 مغارف كبار يكونوا ملانين مليح تاع الفارينه. غادي نزيدوا عليها 2 مغارف تاع اللحظه ولا الحليب المجفف، قرصه تاع الملح ومغرف صغيره تاع لافاني. هاد المكونات كما راكم تشوفوا البنات كاع اللي درتهم غربلوهم، لازم يكونوا مغربلين. خلطوا هذوك المكونات مع بعضهم. من بعد هنايا عندي السمن يكون دايب وبارد، لازم تذوبيه وتخليه يبرد. هذا الكاس ناقص صبع سمن، هذاك اللي يكون ناقص نكملوا هذاك النقص بالزيت. لازم نكملوا الكاس تاع السمن بالزيت. صاي فهمتوني البنات؟ هاد المقادير مضبوطه البنات. غادي نبسوا هذاك السميد مع السمن. لازم تبسوه مليح، يعني حوالي 5 دقائق ولا 8 دقائق وانتم تبسوا فيه. من بعد غادي نغطيه ونخليه يبات ليله كامله. صاي البنات، غادي نغطوه ونخلوه يبات ليله كامله. هنايا عندنا التمر تاعنا ولا الغرس ولا كيما تبغوا سموه. انا هنايا درت تمر حميره، فورته ودرت فيه القرفه ودرت فيه الكبابه. وغادي نضيفوا عليه مغرف تاع الجنجلان، وغادي نضيفوا عليه مغرف صغيره تاع المارغرين ولا نص مغرف كبيره تاع المارغرين. وغادي نبدو نخلطوا في هذوك المكونات مع بعضهم. هنايا البنات اذا بغيتي ديري بيدك، حاولي يعني ديري في يدك شويه زيت باش ما تقعدش تلصق معاك العقده تاعك. وهذه هي راها واجده. نديروها كيما هكا كريات صغار بهذه الطريقه باش تسهل عليا الخدمه. من بعد هنايا بعد اللي فاتت ليله كامله، شوفوا هنايا السميد تاعي كي راه داير، راه ثقيل، يعني تلقوه ثقيل ومشمخ. غادي نعاودو نحلوه غير كيما هكا بيدينا، غير باطراف الاصابع ما ندلكوش. وهنايا عندي خليط بين الماء زهر والماء، وغادي نقعدو كيما هكا نرشو وغير بالاطراف تاع الاصابع تاعنا نفتلو فيه ونلمو بهذه الطريقه. هنايا حاولوا البنات هذاك السميد كي تلموه حاولوا تلموه شويه مشمخ، ما تلموهش ناشف يقعد هكا يتفركت لكم. لازم كي ديروا هكا تتكون ولا تتحصلوا على كره صغيره، يعني بدون تشققات، هكا تعرفوه باللي تما راه ناجح. خاطش اذا نشفتوه من بعد كي طيبوه غادي يدير لكم واحد التشققات ملفوقه. المهم كما راكم تشوفوا هنا غادي نديروا فتحه في الوسط، وغادي نديروا هذيك الحشو ولا العقده بهذه الطريقه، ونعاودوا تاني نبلعوه مليح، ما نخلوش هذوك التشققات. نحاول نليسيها بين يديا هكا باش الاخر تاعي ينجح لي، المقروضه تاعي ينجح لي. راكم تشوفوا الشكل اللي استعملته انا البنات، وانتم استعملوا اي شكل يكون عندكم. هذه يعني الشكل اختياري. المهم انا اذا عجبكم هذا اني خدمت بهذا المول. غادي نديروا هذيك الكره في الطابع تاعنا، ونضغط غير بشويه كما راكم تشوفوا باش نتحصل على هذيك الرشمه. هنايا البنات المول دهنته بالزيت هكا باش ما تلصقليش الحبه لداخل. دهنوه بالزيت باش يسهل عليكم الخدمه كما هكا. ونديروه في
في السنيوه ولا في المول اللي غادي يدخل، ولا البلا اللي غادي يدخل الكوشه، شعلوا عليه. شوفوا لازم البنات الكوشه تكونوا مسخنينها من قبل 180 درجه، من بعد تخلوها هكا 180 درجه، طيبوه على 180 درجه. صاي البنات ان شاء الله تكونوا فهمتوا، وعسوه راكم عاسينه يعني كل وحده والكوشه تاعها. طيبوه من التحت، عاودوا شعلوا عليه من الفوكه كي تشوفوه حمار قلوه. المهم لازم يطيب على خاطره هكا باش يطيب لنا من الداخل ما يقعدش معجن. من بعد هنايا البنات غادي نروحوا نجيبوا الحسل بدون اضافات. انايا درت الحسل وحده يعني ما نخفوه، ما نديروا له ما زهر ما والو، الحسل كيما تشريه عسلي به. هنايا المقروضه تاعي حامي، درت له هذوك التقبيط باش يتشرب الحسل، درت له هذوك التقابي من تحت، ونديروه كيما هكا حامي في الحسل بارد والمقروض راه حامي. غادي نعسلوه كيما هكا، من بعد غادي نخلوه يعني ماشي بزاف، حوالي 3 دقائق ولا في هذاك الحسل، ونعاود نقلعه. من بعد هنايا البنات كي نقلعوا هذاك المقروض، حاولوا ديروه في كسكاس ولا هكا شباك ولا هكا كيما راكم تشوفوا، باش هذاك الحسل الزايد يهود لنا بهذا الطريقه. خلوه يكتر، كي تشوفوه كتر ديروه فيه لي كيسات ولا لمدوه ولا بهذا الطريقه. المهم البنات التزيين كما نقول لكم دائما اختياري. بغيتي تخليه هكا، بغيتي تزينيه كما درت له انا، درت له نص حبه تاع سوغيس، ودرت له حبات اللوز. هذاك اللوز البنات درت خليط بين الحسل والغلوكوز باش هكا تعطيني هذيك اللمعه اللي من الفوقه ويلصق ما يقعدش يطير لي من بعد هذاك اللوز. صاي البنات هذاك اللوز كما قلت لكم درته في الغلوكوز والحسل، من بعد نزين به بهذه الطريقه. هذاك الغلوكوز يعطينا لمعه شابه بهذه الطريقه. تبغي ديري كوركاع، تبغي ديري اي حاجه، ولا تبغي تاني تخليه كيما هكا تاني لك الاختيار. المهم هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.